تصريح الجحش الإيراني نياز حميد وماكينة الباكيكة الدعائية. تحاول منصة الباكيكة الدعائية وماكينته الإعلامية شرعنة الهجوم الإيراني على عاصمة إقليم كردستان أربيل، ومؤخرا فقد انضمت الأقلام الباكيكية المأجورة لهذه الحملة الدنيئة لتبرير هذه الهجمات العدوانية الغاشمة على عاصمة السلام والوئام. ولأن الباكيكة تدرك جيدا ردود أفعال أهالي إقليم كردستان على هذه الاعتداءات، فهي تحاول تضليل الرأي العام الكردي في باقي أجزاء كردستان حول هذا الهجوم الصاروخي الإرهابي على العاصمة وإضفاء الشرعية عليها. ولهذا الغرض نشرت جريدة خوبون الباكيكية مقالا حول هذا الهجوم. تصريح نياز حميد في جريدة خوبون خلف ردود أفعال غاضبة لدى الكرد. قال نياز حميد في تصريحه خلال ملتقى أنطاليا والذي شارك فيه رئيس إقليم كردستان، قرر أردوغان تحويل أربيل لمركز استراتيجي للموساد. وكان تصريحه كالآتي: عقدت اتفاقية خلال ملتقى أنطاليا بتحويل العاصمة أربيل إلى مركز للموساد الإسرائيلي، وأنه سيتم استخدام الشعب الكردي في الإقليم كردستان إيران كجواسيس وعملاء للموساد الإسرائيلي ضد الجمهورية الإسلامية. ومن شأن هذه الاتفاقية أن تحول العاصمة أربيل لساحة حرب مفتوحة بين إسرائيل وإيران، وهذا ما سيؤثر سلبا على شعوب المنطقة. وهذا ما رأيناه عندما قامت إيران بقصف المراكز الاستراتيجية للموساد الإسرائيلي في أربيل كما قالت إيران. فوفق تصريح نياز حميد أن إيران اطلعت حديثا على هذه المعلومات وقامت باستهداف هذه المراكز خلال يومين. كيف حصل نياز حميد على هذه المعلومات؟ كثيرا ما يظهر اسم نياز حميد على وسائل إعلام الباكيكة، وقد لا نبالغ إذا قلنا إن غالبية أهالي السليمانية يعرفون خلفية هذا الشخص، فهو يتمتع بثراء فاحش رغم بطالته وعدم امتلاكه أي عمل أو مشروع. فهو معروف لدى أهالي سليمانية بعمالته وتجسسه لإيران. والحق كما قال بعض مثقفي سليمانية عندما سألناهم عن رأيهم لكتابة هذه الأسطر، فأجابوا ساخرين ومستهزئين بأنه استقى نياز هذه المعلومات السرية والدولية وحصل عليها وسمعها في مقهى نالي. نياز حميد والذي عمل جاسوسا لسنوات عدة في الخفاء، ظهرت شخصيته واضحة خلال حرب داعش وبالأخص على وسائل إعلام الباكيكة. فرغم عدم امتلاكه أي صفة رسمية أو مجال تخصص، فقد أبدته وسائل إعلام الباكيكة وكأنه خبير استراتيجي مختص بشؤون الشرق الأوسط، وقدمته للرأي العام الكردي على أنه كاتب وباحث ومراقب سياسي. فهذا الشخص السادي لا ينقل غير المتداول من الحكايات في المقاهي. ولهذا فتقييمات هذا الشخص تؤكد لنا أولا أن ما يقال هي مجرد سيناريوهات جوفاء لا أساس لها من الصحة، كما تؤكد ثانيا أن هذا الشخص عميل إيراني بجدارة وامتياز، وأنه يعمل لصالح إيران ضد كردستان. هذا وقد أصدر هذا الشخص العديد من التصريحات المماثلة سابقا، وبالأخص خلال معضلة زينيورتي، فكان يحاول جاهدا أن تخضع المنطقة لسيطرة الباكيكة واحتلالها، فبذل كافة جهوده على وسائل التواصل الاجتماعي لأن تقع منطقة زينيورتي، تلك المنطقة الشديدة الأهمية استراتيجيا وعسكريا لإيران، أن تقع تحت نفوذ الباكيكة واحتلالها. فنياز حميد شخص أهدته إيران للباكيكة ولا أهمية له تذكر، حتى قيل بأنه كالذبابات الصغيرة ولكنها تسبب الغثيان والقيء للإنسان. فكذلك هذا الشخص فهو حقير وكلامه لا يعتد به، إلا أنه يثير شعورنا بالقيء مثل تلك الذبابة. فهو قد أثبت بتصريحاته أنه جحش إيران المفضل. والعقدة الكبرى تكمن فيما لاحظناه من الباكيكة، فقد شغلت ماكيناتها الدعائية وأصبحت رائدة في نشر الأخبار الخيانية لتبرير الهجوم الإيراني. وهذا ما جعلنا نتيقن أن ما تسمى بجريدة خوبون أي الاستقلال ليست مستقلة، بل هي خرقة إيرانية بالية، وأننا من الآن فصاعدا سنرى مثل هذه الأخبار على عموم وسائل إعلام الباكيكة ومنصاتها الدعائية.
فالباكيكا رفيق الدرب الاستراتيجي لإيران، وقد وظفتها إيران لتحقيق مثل هذه الأهداف والمصالح. فمهام الباكيكا باتت منحصرة في تبرير الهجمات العدوانية لإيران على الكرد وكردستان وشرعنتها. وقد شمرت صحافة الباكيكا عن ساعد الجد منذ فترة طويلة، وانشغلت وسائل إعلامها خلال هذه الفترة بطرح آراء ودراسات في محاولة لعرقلة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة لتحالف الصدر والسنة والكرد، ولم تهتم إطلاقا بتدويل قضية الاعتداءات والهجمات على أراضي كردستان ومقدساتها. والحق أننا لم نرى أي وسائل إعلام للباكيكا أو تنظيماتها كهدب وبيادة وغيرها قد خصصت مساحة لإدانة الهجوم الإيراني على عاصمة الإقليم والمستهدف للمدنيين. بل على النقيض من هذا، فما رأيناه منها أنها حاولت قدر الإمكان تبرير هذه الاعتداءات والانتهاكات الصارخة ضد الإقليم تحت غطاء حق الدفاع وحماية أمن الدولة الإيرانية. وخلال الشهر الماضي كانت وسائل إعلام الباكيكا منشغلة بفبركة أخبار كاذبة عن إمضاء نيتشيرفان بارزاني اتفاقية لمدة 50 عاما مع تركيا، فشرعت يوميا في صناعة أخبار كاذبة ومفبركة عن نفط كردستان دون الاستناد على أي مصادر أو إثباتات، ونشرت كما هائلا من الأخبار التي تفتقر إلى الموثوقية والمصداقية والتي لا أساس لها من الصحة إطلاقا. كل هذا من أجل تهيئة الأرضية لهجوم إيراني على كردستان. هذا وكانت إيران قد فتحت دورات صحفية وإعلامية للنخبة من الكوادر الإعلاميين في صفوف الاتحاد الوطني الكردستاني في أصفهان شباط الماضي، وذلك لغرض تهيئتهم وتدريبهم على إشعال الحرب الإعلامية في الإقليم. ومن الواضح أنه كان من بين هؤلاء كوادر إعلاميين للباكيكا أيضا، وهذا ما نراه بوضوح من خلال متابعة وكالة روج نيوز الإخبارية للباكيكا والتي تذاع في محافظة سليمانية، فهي بمثابة لسان حال الوكالة الرسمية الإيرانية إيرنا. لهذا فلا حرج أن يعد الإنسان وسائل إعلام الباكيكا وبالأخص وكالة روج نيوز كوكالة غير رسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تذاع في محافظة سليمانية ووسط الكردي وفي إقليم كردستان.